واش عمرك حسيتي براسك مشتته كتضيعي الوقت في التليفون كتحسي براسك ما قاداش تركزي؟ اليوم غادي نوريك واحد السر سميتو صوم دوبامين اللي غيبدل لك حياتك. صوم دوبامين ماشي صيام عادي، صوم دوبامين هو طريقة باش نتحكموا في المثيرات اللي كتفوج على دماغنا، اللي كتحفز لنا عقلنا، بحال التليفون، السوشيال ميديا، الماكله السكريه. صوم دوبامين كيعطي لعقلك راحه باش يرجع يخدم بطريقه صحيحه، يزيد التركيز ديالنا وكيحسن من حالتنا النفسيه. مثلا خدي شي صباح ما تهزيش فيه التليفون نهائيا من بعد ما تفيقي، جربي انك تصبري ساعه كامله قبل ما تهزي التليفون ديالك. فهاد الساعه شربي قهوتك، ديري الرياضه، ديري اي روتين عندك، المهم ما تهزيش التليفون لمده ساعه كامله. هاد الساعه هادي واخا مده صغيره عقلك دماغك كيرتاح من الالكترونيات والاشعارات. النتيجه شنو هي؟ انك غتحسي براسك مرتاحه اكثر، افكارك واضحه اكثر، والانتاجيه ديالك غاديه وكتزيد. ايضا ممكن تحددي نهار كامل، يوم او غير نص يوم الا ما قدرتيش ديري نهار. في هذا النهار هذا نهار واحد في الاسبوع ديريه بلا تليفون، بلا انستغرام، بلا تيك توك، بلا ميسنجر، بلا حتى شي تطبيق من تطبيقات التواصل. بعدي على الحلوى، بعدي على السكريات، نفس المده اللي درتي فيها صوم دوبامين، نهار او نص نهار. خلي جسمك يتعلم يشبع بالطاقه الطبيعيه. ديري نشاطات واحده اخرين في داك النهار هذاك، رياضه، قراءه، كتابه، او اي هوايه واحده اخرى كتبغيها. النتيجه من بعد يومين او 3 ايام غتحسي براسك مركز اكثر، مزاجك تحسن، نومك نعاسك غادي وكيزيد يتحسن. والناس اللي جربوا صوم دوبامين لمده اسبوع كامل كيحسوا بفرق كبير في حياتهم اليوميه. حتى نتوما جربوا صوم دوبامين لمده اسبوع وشاركونا التجربه ديالكم في التعليقات. طبعا ما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلكم كل النصائح اللي غتساعدكم تحكموا في حياتكم وتعيشوا اكثر تركيزا وسعاده.